السلام عليكم متتبعين وصفات لطيفه، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتشجعونا ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم الخبز ديال الشعير اللي كيجي صحي وزوين. عندي المقادير، عندي هنايا الطحين، الفورس او الفارينه، عندي القمح الكامل بالنخاله ديالو والملحه غادي نديرها، وغادي نزيد الشعير عينكم ميزانكم. انا يقدر يكون دايره كيلو ولا كيلو ونص، انا كندير الكثره وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. هنا عندي الخميره ديال الخبز، واحد المعلقه عامره مزيان حيت البرد باش يخمر دغيا، وصافي غادي نعجنو بالماء. بعد ما خمر المره الاولى غادي نخلطو، غادي نعاود ليه التخلاط. غادي نزيد زيت الزيتون، كاين الناس اللي كتبغي الكمون، انا ما كنبغيش الكمون، اللي كيبغي الكمون يديرو ولا الزراره، ولا انا كنبغي غير زيت الزيتون صافي. من بعد ما زدت ليه شويه ديال زيت الزيتون، دابا غادي نكورو. دابا غادي نكورو نديروه في الطحين ديال الشعير. وصافي غنبقى على هذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي ونرجع معكم. من بعد ما كملتو دابا غادي نديوه للفران، غادي ندخلوه للفران يطيب ونرجع لكم. الخبز ديالي هو هذا، من بعد ما خرج من الفران كيجي على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. خبز الشعير تيجي زوين، غير هو الزواقه اللي بغيت تجي ما خرجاتش. من بعد ما وجدنا خبز الشعير وطاب، دابا غندوز للزيتون الكحل، وهذا حيت ليه العظم، وغنزيد عليه التوابل هنايا عندي فلفله حمراء، عندي الثومه، عندي شويه ديال ورقه موسى، عندي شويه ديال الازير والكمون والسودانيه، وراس معلقه ديال القزبر اليابس. نديرهم على الزيتون، وغنزيد زيت الزيتون والملحه خلاصه فيه، وغنطحنو. من بعد ما طحنتو دابا غادي ندوز نقطع معكم الخبز. هذا هو الخبز ديالي، دابا غادي نقطعو شرائح. الخبز هو هذا، من بعد ما قطعته دابا غادي ندهنو بالزيتون.
من الفوق الزيتون غادي نحك واحد شويه الزعتر. الزعتر كيجي مع الزيتون حتى هو. دابا غادي ندخلو للفران، غادي ندير ليه العافيه فوق من وجهه غير يسخن شويه وغادي نخرجو نقدموه معكم. هذا هو الخبز من بعد ما خرجته من الفران، كيجي على هذا الشكل. والزيتون اللي طحنا وهذا كيجي حتى هو على هذا الشكل. هذا مزيان للفطور. ايوا صافي، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتشجعونا. السلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.